اول حاجه الميه البيضاء دي بلاش نستخدمها خالص. دي ميه عاديه من الحنفيه او ميه بتبقى ميه معدنيه، حتى كل دي املاح بتاثر على دوره الميه في العربيه. بلاش منها خالص. نستخدمها وقت الطوارئ، نخلص بيها مشوارنا وبعد كده نروح مركز خدمه نحط الميه اللي الزوجه بتاعتها تسمح للعربيه. ده احنا زمان ال 28 دي لا، شربناها ميه النيل. ما لازم. ايوه عشان كده اصيله. ايوه عشان كده اصيله فعلا، لكن دلوقتي ما ينفعش يعني يعني. طبعا بتزود الاملاح قوي في دوره الميه، بتبوظ خراطيم، بتبوظ الدفير، بتبوظ حاجات كتير جدا في دوره الميه. الصح كل عربيه ليها درجه لزوجه، احمر، بيربل، اخضر، هي مش الوان وخلاص، هي دي لزوجه الميه تتقبل الحراره لحد درجه كام. يعني كل لون من ده دي درجه لزوجه معينه. دي لزوجه معينه بتختلف بقى في انواع العربيات ولا؟ طبعا. كل عربيه، كل موتور، كل براند حسب العربيه المفروض تحطوا ميه ايه. يعني مثلا هل تفرق في نوع العربيه ولا يعني مثلا مواصفات الموتور؟ مش ودرجة مثلا التبريد. مش مثلا كيا ومرسيدس لا لا نوع مواصفات الموتور ودرجه التبريد بتاعته تسمح لحد كام؟ 33 55. كل لون من ده ليه درجه تبريد معينه. طب اديني مثال. يعني مثلا المرسيدس عندنا مثلا المرسيدس مثلا عندنا ازرق وعندنا احمر. هي المواتير بتاعتنا هي دي اللزوجه اللي تسمح بدرجه التبريد بتاعت المرسيدس. بس حسب بقى كل عربيه مواصفات موتورها ايه ويتبرد ازاي.